مستمعينا الأعزاء، كتاب من الآخر بيمسي وبيصبح عليكم على حسب الوقت اللي هتسمعوا في الفيديو. مستمعينا علشان جايلكم بصوتي بس النهاردة في مشكلة كده هحكي لكم عليها بعدين. بس يلا، لو انت متابع قديم فأكيد عارف ان الصوت ده أساسنا. نرجع لهدفنا. دي حلقة من حلقات هحطها في قائمة الميني بودكاست، وبرحب بيكم فيه وعد جوناثان. تقولي الاسم ده بيفكرنا باللي ما يتسموش ووعد بلفور والحاجات دي. هقولك انتظر يا صديقي، هو انا هعتقهم؟ انا وراهم. العراب احمد خالد توفيق اللي انا بفتقده جدا في الاحداث زي دي، حب يحكي القصة بطريقته، وانا بشوف انها طريقة ذكية جدا. علشان كده قررت اني في الاول هحكي لك القصة، بعد كده هنحللها سوا، ويا رب ما تزهق. اتعلم الصبر بقى. القصة دي عدد من سلسلة فانتازيا، واللي بطلتها عبير عبد الرحمن، واللي مع كل عدد بنعيش مع خيالها قصة شكل. في بداية العدد بنعيش معاها جزء من حياتها، وده هعمله سكيب علشان نركز على الهدف الأساسي. وبنبدأ مع دخولها عالم فانتازيا، واللي بنظهر فيه عبير كمدرسة واقفة في فصل، واللي بنكتشف إنها مدرسة عربية ومسلمة ومحجبة في مدرسة نرويجية بتشرح بلغة نرويجية سليمة جدا، طريقتها صح جدا. بعد كده بنشوفها رايحة لأوضة المديرة. هناك المديرة بدأت تحذرها من ذكر أي رأي ليها مخالف لسياستهم، يعني مثلا ممنوع ذكر آرائها مثلا في موضوع فلسطين أو في الأندلس أو غيره. أي شيء يخص العرب ممنوع. وبنعرف إن عبير أو أمينة الشخصية في القصة الخيالية ليها بنت وزوج، ولما بترجع بيتها اللي في حي عربي، يعني محلات فول وشاورما، صوت أذان، بس لا يخلو الجو ده من شخص عنصري بيزهقهم في عيشتهم. وهنتكلم عن الموضوع ده بدقة أكتر شوية كده. بص يا صديقي، المكان اللي هم عايشين فيه ده جيتو عرب، بمعنى أصح أقلية بتتعرض لمضايقات من النرويجيين، وعلى الرغم من ده بيحاولوا يحافظوا على تراثهم وهويتهم العربية. دلوقتي بدأت الصورة توضح أكتر. العالم اللي فيه عبير النرويج فيه عنصرية اتجاه العرب، وإن العرب أقلية بتحافظ على هويتها، وكمان بتحاول تثبت إنها بارعة وتقدر تكون مميزة عن طريق إن هي بتميز في مجالات مهمة جدا، مجالات الأموال والكمبيوتر وغيره. بيظهر في التلفزيون شخصية اسمها داشفين اللي بينادي بموت العرب وإنهم يرجعوا لبلادهم. متتشيلك يا شيخ. المشكلة بقى ان المتعصبين استجابوا لداشفين جدا. مجموعة من المنسمين نزلوا لجيتوا الحي العربي ودمروا وحرقوا وقتلوا ودمروا كل المحلات، حتى شقة أمينة اتحرقت. حرفيا معاناة واضطهاد صعب جدا. تعال نسيب المشهد ده وهاخدكم لمكتب نائب الرئيس الأمريكي جونسون، واللي جنبيه مكرم دكتور جامعي عربي. بدأ يحكي لجونسون عن المذابح اللي بيتعرض ليها العرب في كل حتة في العالم. جونسون قال له لازم تتقبلوا ده، العرب هم يهود العصر المعرض للشتات والاضطهاد، بعد الشر عنا، عمرنا ما نبقى شبه امثالكم. مكرم بقى كان ليه فكره شغلاه، وهي وطن واحد للعرب يتجمعوا فيه، بدل ما هم مضطهدين في كل حته في العالم. كده مكان يجمعهم من كل حته في العالم. مكرم بدأ ينقل فكرته دي لجونسون بالاستعانة برجال أعمال عرب أغنياء جدا هيعرفوا يضغطوا على الرئيس الأمريكي علشان يساعدهم في تنفيذ الفكرة، وده لأن أمريكا قوة كبيرة اللي قادرة على تنفيذ فكرة زي دي. هنسيب المكتب ده وتعالى أوديك مكان تاني، تعالى معايا. وصلنا تحديدا المكان في لايبيريا، في ضحية هناك. شاب عربي اسمه سليم، عنده 25 سنة، متجوز وعنده طفل. عنده محل بقالة كان ورثه عن والده بيبيع فيه. وفي يوم كان معاه مراته وابنه في الدكان، يوم عادي جدا. علشان الطفل كان عيان، دخل 2 من أهل البلد وبدأوا يضايقوه، وتحولت المضايقة دي لخناقة وتكسير في المحل. وللأسف قتلوا مراته وابنه وخبطوه على راسه وغاب عن الوعي. طبعا ده كان السبب إنه عربي. تعالى بقى أخدك في اجتماع في البيت الأبيض. على المكتب هنشوف الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي جونسون. أغلب الموجودين عرب، أغلبهم موجود في الكونجرس الأمريكي. يترأس الاجتماع مكرم كأنه هو المستضيف ده كله، وبدأ إن هو يقول: هكذا يمكن القول أن العرب هم يهود العصر، مشتتون في كل مكان، مشتتون في كل بقاع الأرض، منعزلون في مجتمعات من الكراهية، يعتبرهم الكل غرباء، لا يصدقون أنهم يمكن أن يندمجوا في مجتمعاتهم الجديدة. العربي الذي ولد في الصين يظل عربيا، العربي الذي ولد في ألمانيا يظل عربيا، والكل يتوقعون أن ينهضوا ويثوروا ويفترسوا تلك المجتمعات التي استضافتهم. وهكذا فإنهم يلقون الاضطهاد حيثما كانوا. هم ليسوا أول ولا آخر أمة كانت قوية متماسكة ثم دب فيها الضعف وتحللت، لكن حظهم عاسر أكثر من الإمبراطورية البريطانية والرومانية أو الفرنسية أو الإغريقية. في النهاية بعد أن باتت هذه الحضارات
ظلت نواة صلبة محترمة نوعا ما قادرة على التماسك. لكن العرب ارتكبوا حشدا من الحماقات في الجيل السابق وبددوا ثرواتهم، ثم تعرضوا للغزو الخارجي فاضطروا لترك بلادهم. كل بلد في العالم فيه جالية عربية، وهذه الجالية تعاني الأمرين. وهنا بدأ مكرم في عرض صور وفيديوهات للي بيتعرض ليه العرب من اضطهاد وقتل وسرقة أعضاء كمان. قال لهم والله الحل ان انتوا تنقذوهم وتتخلصوا منهم في نفس الوقت. يعني مثلا زي ما اوروبا نفت اليهود على فلسطين، قدرت ان هي تتخلص منهم وتنقذهم من الاضطهاد وتريح العالم منهم. واليهود ما كانوش هيعرفوا يعملوا دولة ليهم، قصدك سارقين دولة يعني، من غير دعم اوروبا والولايات المتحدة، علشان كانوا قوة عسكرية اتزرعت وسط العرب، بالنسبة لهم استثمار هايل جدا يستحق التمويل. الرئيس الامريكي قال طب واحنا هنستفاد ايه لما نساعد العرب يبقى ليهم دولة؟ راح حد من العرب قال احنا هنتولى التمويل، وكأنه مع عائلة روتشيلد لليهود. وهنا كان باقي آخر حاجة، الوجهة هتكون فين والمكان. والله المكان كان شمال استراليا، غينيا الجديدة بابوا، لأنه مجتمع بدائي موارده مش مستغلة. ودور الولايات المتحدة أولا إنها توافق على الفكرة وتباركها، تاني حاجة تنقل العرب المهاجرين هناك بالبحرية الأمريكية، وجونسون دعم الفكرة جدا. والله كده المكان اتحدد، طريقة النقل جاهزة، خدنا موافقة أمريكا ومباركة ماما أمريكا، فاضل إيه كمان. أعتقد المبرر الأخلاقي للي بيحصل ده، يعني وإحنا بنكدب على الناس نكدب بشياكة. يعني عيب يقولوا علينا حرامية ما بنعرفش نألف قصة تبرر اللي بنعمله، وده اللي حصل. ومكرم استعان بأستاذ تاريخ، أستاذ أديان، وأديب، كلهم عرب مقيمين في أمريكا. قال لهم بكل وضوح عايز تاريخ مزيف، وده لسبب تاني مهم، لإقناع العرب نفسهم يسيبوا البلاد اللي عايشين فيها ويروحوا في مكان جديد لسه بيبدأوا من أول وجديد، من أول السطر. يعني لازم قصة فيها روح وطنية وجزء ديني. وطلب منهم كتاب يتكلم عن تاريخ العرب في غينيا الجديدة. بصراحة مكرم ما كانش بيتأخر عن أي حاجة تساعده يحقق فكرته، بيسافر في كل مكان وياخد وعود ودعم علشان الفكرة تكمل. وفعلا طلع الكتاب اللي كان عايزه مكرم بعنوان تاريخ لا يحكونه في المدارس. ملخص الحدوتة كالتالي: الحارس ابن مسعود كان مسافر في المحيط الهندي، هو والبحارة اللي معاه تاهوا لحد ما رست السفينة عند غينيا الجديدة، وهنا كبروا وسجدوا وقالوا هنسميها أرض الياقوت. بدأوا يستكشفوا الجزيرة ولقيوا إن أهلها ناس بدائية جدا وعلى الفطرة، مليانين بالأمراض. عالجوهم وبدأوا يأسسوا حضارة وعملوا مدينة شأبيب، يعني المدينة المحملة بالأمطار. بنوا مسجد ومدرسة. مع السنين شأبيب بقت عاصمة العرب في جنوب المحيط. وبعت الحارس للخليفة العباسي يقدم الولاء ويقول إن شأبيب هتكون بغداد الجنوب. وبقى في علماء وأطباء وشعراء في شأبيب، حتى في شاعر كتب: زارت شأبيب الغيوث ديارنا، فإذا شأبيب ارتوت بالصيب، فإذا الجبال اخضودرت وترعرعت في العيش في الياقوت، أضحى مطلبي. على فكرة أنا عانيت عشان أقرأ اخضودرت وترعرعت دي، بس يلا كله عشانكم. لكن لما اتأخر الخراج إن يوصل للخليفة العباسي، بعت حملة كده علشان تخلع الحارس. ولما راحوا قضوا على كل حاجة، حتى الجامع هدوه وقتلوا الحارس. وده اللي خلى الأهالي يقتلوا اللي اتبقى من العرب. قتلوا 20,000 عربي في يومين بس. وهنا انتهت ذكرى المدينة دي. بس اللي كتب الكتاب الله يبارك له راح وشاف الجامع وشاف الآثار بتاعته المهدومة. تصدق لولا اني شايفة الكتبة دي بتتجهز قدامي انا كنت صدقت. بدأت عبير او امينة تقرأ الكتاب وتنبهر باللي قرته. شريف اللي هو جوزها كان معارض وشايف ان ده كله كذب واي كلام. لكن مع الاضطهاد اللي كان بيحصل كل يوم، عبير كانت شايفة ان طوق النجاة ليهم ان هم يروحوا شأبيب. بعد 6 شهور طلع جونسون يعلن ان الولايات المتحدة تنظر بعين العطف الى اتخاذ غينيا الجديدة موطن العرب يبدأوا حياتهم فيه بعيدا عن الاضطهاد. وبدأ العرب يروحوا هناك، وبدأت الحياة تفضح حوالين عبير او امينة. عايزة تروح بس جوزها شريف مش موافق، بس هي قررت ان هي تاخد البنت وتطلق وتروح. لما وصلوا هناك الموضوع ما كانش سهل، جو حر، لازم ياخدوا لقاحات عشان الامراض المنتشرة والاوبئة، مفيش اي بنية تحتية. عملوا كوخ مدرسة وكوخ مسجد وكوخ كنيسة. وقفت عبير مع مكرم اللي قالها تدرس في المدرسة تاريخ العرب. اثناء ما مكرم كان بيتكلم معاها قال للي واقف جنبه ابعت لهم رسالة بتقول العروس جميلة بس ليها زوج. ودي نفس الجملة اللي بعتها الصهاينة لأوروبا لما راحوا فلسطين وأمروهم هناك إن هم يقضوا على الفلسطينيين. مع الوقت بدأ مكرم واللي معاه يأسسوا حياة في شأبيب.
بناء مدرسة وشوارع. أمينة كانت بتدرس للطلبة منهج قايم على الكتاب اللي حكيت لكم جزء منه من شوية، حتى إن في أطفال من السكان الأصليين كانوا بيجوا المدرسة يتعلموا. ومع قدوم العرب بدأت المدينة تضيق وكان لازم التوسع، فكتب مكرم لجونسون علشان يبعت له سلاح علشان يقدر يسيطر على أرض أكتر، وكل ده بالقوة. عبير كانت واقفة ولاحظت شاب عربي بيتعصب على مجموعة من السكان الأصليين للمدينة، نزل ضرب فيهم. الشاب ده هو سليم، طبعا فاكرينه اللي حكيت لكم قصته اللي مراته ماتت وابنه مات وهو اغمى عليه بالظبط. سليم ده بقى حاد جدا وجواه غل وكره رهيب، عايز يقضي على السكان بأي طريقة. وفي يوم كان عيد ديني مهم جدا لقبيلة بابو غينيا الجديدة اسمه عيد الخنازير، وهما بيرقصوا وبيحضروا الأكل، سليم ومجموعة معاه هجموا عليهم وبدأ يقتلوا فيهم. سليم كان ماسك حاجة أشبه بالسنجة وبيضرب فيهم كلهم وبيقول بعلو صوته: هلم يا رجال، تذكروا أن الشخص الوحيد الطيب من هؤلاء هو الذي مات. معنى الكلام يعني ما يصعبوش عليكم. الحقيقة كانت مذبحة بشعة، وسليم كان متوحش جدا لدرجة إن لما تشبث بيه واحد من أهل القبيلة داسوا برجله. لما رجعوا المكرم قال له ما تكررش العمليات دي تاني، يكفي واحدة يحكوا البعض عليها ويخافوا. مع الوقت عبير او امينه حبت سليم، معرفش حبيته على ايه المتوحش ده، بس هنقول عليها ايه، شكلها توكسيك، وهيتخطبوا فعلا. شقابيب كانت بتكبر، عملوا شبكه طرق، بيخططوا الكهرباء وحاجات تانية. تأسيس دولة بياخد وقت طبعا لما بتبقى دولة مسروقة. شقابيب كانت قايمة على هالة من الرعب، ده اللي خلت السكان يخلوا المكان بسبب الخوف، واتبنى عليها مستعمرات. وبيظهر ده في مشهد عبير ماشية مع مكرم، شافت واحد من السكان الأصليين نايم على الأرض وبيضحك بطريقة هستيرية جنبه مراته بتبكي، وطبيب عربي بيكشف عليه. سأله مكرم عنده ايه، قال له كوارو، وده مرض بيجي لأنهم بياكلوا مخ الموتى، اعتقادا منهم انهم بيكتسبوا قوة وحكمة. مكرم قال للحارس الشخصي اقتل الراجل ده، ومنها نكون ريحناه من مرضه، ومنها ضفنا هالة من الرعب أكتر تخلي الناس تخاف وبالتالي تخلق أماكن، نفس المبدأ اللي عملوه الكلاب الصهاينة. وطبعا دول بلا تاريخ ولا أصل، هتلاقيهم بيتلزقوا في أي حاجة. يعني مثلا علماء الآثار في شقابيب بدأوا إن هم يدوروا على أي حاجة مدفونة تدل على الحضارة العربية القديمة، لقيوا إناء عربي مدفون، هللوا وفرحوا. بس يا صديقي ده احنا دفنها سوا، أصلا ده إناء من الصين وساعد مكرم كان جايبه، شال عليه الورقة بتاع صنع في الصين ودفنه. ضيف بقى على أخطاء منطقية بالهبل، زي مثلا عملة مكتوب عليها 215 قبل المسيح، على اساس ان اللي صنع العملة عرف ان هيبقى فيه مسيح. حرامي وهبل. مكرم كان مصر على اي حاجة تتلفق على انها من حضارة شقابيب القديمة، وفي وسط ما هو كان واقف مع عالم اثار بيتخانق معاه علشان العالم ده رافض التلفيق، جه 2 من السكان، واحد منهم تقرب من مكرم وعمال يقول له بلغته انا عبدك وفي خدمتك، وبس رجله. لسه مكرم بيقول له ما ينفعش كده، الراجل ده غرس نسل سكين في قلب مكرم، ومات مكرم جنب الأكاذيب اللي كان بيحاول ينشرها. بعد مكرم جه سليم، وهو اللي سيطر على كل حاجة وفرض نفسه قائد، وطلب من جونسون سلاح أكتر لهدف توسعي. مات كتير من أهل الأرض، وفي اللي هرب وفي اللي انضم للعرب وبقى معاهم. اللي حصل بعد كده خلافات بين العرب وبعضهم، خلافات عرقية، يعني اللي جاي من أوروبا مش زي اللي جاي من أفريقيا، وبعضهم استعان بالأهالي عشان يتخانق مع عربي زيه، وده اللي خلى سليم يطلع ويخطب فيهم ويمنعهم من الهبل ده. لكن ما كانوش متوقعين ان الجزيرة هي اللي هتغضب عليهم، واصلا المكان ده منطقة براكين وتحته بركان خامد. بدأ يظهر ضباب اخضر، انذار ان البركان قدامه اسبوع ولازم اخلاء للجزيرة. سليم ما كانش موافق وقال نروح للجانب التاني من الجزيرة ولما يهدى نرجع تاني. عالم جيولوجيا قال له هناك منطقة تسونامي والحل الاخلاء واديهم حرية الرأي. وفعلا بدأ العرب يغلوا الجزيرة، وفضل سليم على الشط بيبص لعبير وهي واخدة ندى وماشية. في النهاية بيبعت سليم لجوناثان خطاب طويل بيلخص فيه حقيقة اللي حصل، وأسباب إن شقابيب قامت على وهم وكذبة، وقامت على فكرة إحلال لأرض ليها أهل. أمريكا لما قامت على الإحلال أو الاحتلال نجحوا لأنهم أبادوا شعب كامل. بالإضافة في موضوع شقابيب إن الأرض كانت ضدهم، ما سمحت لهمش إن هم يفضلوا فيها، وبكده فكرة شقابيب تبقى انتهت بالفشل، وبكده برضو تبقى خلصت قصتنا. تعرف يا صديقي أنا ليه حكيت القصة دي؟ لأن أبسط قصة تعمل إسقاط على موضوع الصهاينة وفلسطين وإسرائيل، واللي أنا ما بعترفش بيها كدولة،
قامت على كذبة وبروباجندا وتاريخ مزيف زي ما مكرم كان بيعمل في شقبيب. إسرائيل كانت عايزة تعمل احتلال وإحلال لشعب موجود في أرضه، بس مش هينجحوا والمقاومة مستمرة، لأن زي ما قالوا العروسة حلوة لكن ليها زوج، وفلسطين ليها شعب مش هيسيبها. عزيزي، عايزك تعرف إن التاريخ مليان بالقصص اللي تشبه قصتنا، والعبرة في اللي بيستمر ويقاوم لآخر نفس، واعرف إن الحرب مجموعة من المعارك والعبرة بالنهاية. وزي ما شقابيب ما قدرتش تصمد وانهارت لأنها مبنية على كذبة، إسرائيل كذبة ومصيرها الزوال. وبس كده، أشوفكم في حلقة جديدة، يمكن ساعتها أعرف أصور وأبني الاستوديو اللي باظ ده. سلام.